ايه الفرق بين سيلز ديفلوبر وسيلز البروكرج؟ طب ايه الفرق بين سيلز ايجنت وبروبرتي كونسلتنت؟ طبعا من اهم القطاعات اللي موجوده في اي دوله هو القطاع العقاري، ومن اهم الوظائف اللي موجوده في القطاع ده هو قطاع السيلز. بس السؤال هو ليه من اكبر الوظائف اللي فيها تيرن اوفر؟ ده ببساطه عشان الفرق اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، انك تختار تكون سيلز ايجنت او بروبرتي كونسلتنت. انا محمد مرسي، سيلز تيم ليدر وخبره اكتر من 5 سنين في السوق العقاري المصري. هنقدر نفهم مع بعض السوق العقاري المصري وايه اهم الديستنيشن الموجوده وايه الفرق بينهم، ازاي اقدر افهم الماستر بلان واطلع العيوب والمميزات منها، والفرق بين البيمنت بلانز المختلفه سواء كاش او انستولمنت، واقدر احسب الار او اي لكل واحده منهم. كل كلاينت ليه ريكوست مختلف، شطارتك انك تقدر تحدد افضل اوبشن ليه من ضمن الاوبشنز الكتير الموجوده. نجاح الفيرست كول ان العميل يقتنع بيك وتقدر تحدد معاه فيرست ميتنج، ازاي تقدر تحضر للميتنج صح وازاي الميتنج ينجح وتوصل لهدفك من الميتنج. فاينلي في اخر التريننج وبناء على الريت اللي بنعمله هيكون ليك فرصه ضمن فريق عمل اركانيا في مصر او في السوق الخليجي. انا محمد مرسي، سيلز تيم ليدر، خبره 5 سنوات في السوق العقاري المصري. هستناكم في اراك في بروجرام ريل استيت.